السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، النهاردة هنعمل صالونة الدجاج العمانية. بتتكون من بتنجان وبصل وقطع فراخ، وعندنا هنا طماطم، يجي 3 حبايات طماطم بنقطعهم، وتوم وكوسة وبطاطس، قطع بطاطس كده مكعبات. وعندنا التوابل، معلقة صغيرة وكل من جنزبيل وكركم وورق لورا، ومعلقة كبيرة ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات وكمون وكزبرة ناشفة. دلوقتي بنحط الزيت في الطاسة، وبنحط البصلة بتتشوح على النار لحد ما تدبل زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان يعتبر زي هو اكل ني في ني حلو يعني للمعدة، ما يتعبش المعدة. شايفين البصلة بقى لونها شفاف وجميل اهي. دلوقتي بنحط الكوسة مكعبات كبيرة شوية عشان تقدر تستحمل، وبنقلبها شوية، وبنحط قطع الفلفل حامي وبارد عشان يدي الاكل طعم جميل كده وفيتامينات. وعندنا الجزر، قطع الجزر كله، طبعا الخضروات دي حلوة جدا، والبتنجان كله حديد وبيغذي الجسم، خاصة الأطفال أو أي حد عنده أنيميا أو كده. بنقلبه كويس عشان ايه، ياخد من طعم البصل. وطبق طماطم، حوالي 4 طماطميات كده بنقطعهم مكعبات عشان تدي الأكل طعم جميل. والثوم حوالي معلقتين توم مفروم، ده حلو مطهر المعدة. وبنقول بقى بنحط التوابل كلها اللي قلت لحضراتكم عليها، بتخلي الأكل طعمه جميل جدا. بنقلب حلو حوالي كده 10 دقايق على النار. نحط معلقتين صلصة عشان تدي للأكل قوام وطعم جميل. بنقلب على نار متوسطة كده مش عالية. بعد كده بنحط قطع الفراخ، قطع صغيرة كده زي ما حضراتكم شايفين عشان تستوي بسرعة مع الخضار يعني. وبنقلب زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين اللون، اللون جميل جدا. بعد كده بنحط البطاطس، مكعبات البطاطس عشان هي بتستوي بسرعة يعني، فبنحطها في الآخر وبنقلبها. وبعدين نحط حبة كزبرة خضرة، نقلب برضو، نقلب حلو عشان كله ياخد من كله. وبعدين بنحط مية سخنة، سخنة قوي، بنسقي بقى الخضار ده. بعد كده نقلبه عشان كله ياخد من الطعم. بعد كده بنغطيها ونسيبها نص ساعة على النار تستوي بقى براحتها زي ما حضراتكم شايفين. ايه رأيكم؟ حاجة تستاهل بقكم. دي الوصفة دي اتطلبت مننا كتير، وانا حبيت بنقدمها مع الرز اهو، وتاكلوها كده بالهنا والشفا ان شاء الله. شايفين اهم حاجة تنسيق الطبق عشان يفتح النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.